احنا اول ما بنجيب الغزل طبعا عندنا مرحله اسمها مرحله تحضيرات النسيج، ودي مرحله لان انت عارف ان الفابريك نفسه او اي نوع قماش ما هو الا فتل عرضيه وفتل طوليه. صح. الفتل الطوليه دي بيسموها فتل سيدا او ووربنج، لازم بدخلها مرحله من المراحل اللي هي مرحله تحضيرات النسيج. بيضاف اليها جزء من النشا او جزء من البي في اي على اساس انها تتحمل الاجادات اللي محطوطه على النور. حلو. فدي مرحله اسمها تحضيرات النسيج. بعدين بندخل على ايه؟ بندخل على مرحله النسيج. حلو. وهي النول بيتم فيها كل انواع من مرحله الخيوط لغايه ما بيطلع مرحله القماش نفسها. حلو قوي. 4-5 مراحل بيتموا نفسهم على النول نفسه. فالنول المسؤول مسؤوليه كامله من تحويل الخيط غزل لحد قماش. قماش خام. بيدخل في مرحله فحص النسيج، لان لو في اي عيوب، في اي ديفوهات، اي حاجه بيتعامل معاها الفاحص اللي هو بعد مرحله النسيج. بعد مرحله الفحص دي بيتم مرحله التهيئه على تولز معينه بيسمى باي فريم، دي اللي رايحه بمصنع التجهيز. حلو. مصنع التجهيز ده المنوط بالامر ان هو مسؤول مسؤوليه كامله، يا اما تبييض يا اما الوان تانية، الوان اخرى، يا اما الوان يعني يسبغ يعني الالوان المطلوبه. طبعا ديبند، يعني بيعتمد اعتماد كلي على الريكويرمنت بتاعت العميل. بس انت معظم الحاجات بما انها فنادق وحاجات كده بيبقى معظمها ابيض، صح؟ في ابيض، وعندنا شغل الريتيل بتاع امريكا اللي هو بيعتبر سبيشال باكينج، ده الجزء ده بيعتبر معظمه الوان. بعد ما عملنا الالوان اللي احنا محتاجينها الالوان بيجي كده خلاص بيبقى جاهز ان احنا خلاص. على الاي فريم بيبقى موجود الالوان وموجود الابيض، بجيبه هنا مصانع التفصيل، بيبقى يتم بعمليه التفصيل بقى. حلو. من قص، من تشغيل، من جوده، من فحص، من تعبئه الى اخره. هنا بقى المنتج النهائي اللي بيتحط في الصندوق اللي بيطلع على الكونتينر. على الكونتينر ما شاء الله. طيب ممكن حضرتك تقول لنا شويه احصائيات عن المصنع، يعني المساحه، عدد العماله، الانتاجيه؟ المساحه احنا عندنا 14 مبنى. حلو. فيهم 6 مصانع نسيج، ومصنع كبير جدا جدا تجهيز، وعندنا مصنعين تفصيل كبار جدا بيحتوي على 24 لاين اوتوماتيك ما شاء الله بقى من المانيا، ما شاء الله، مش موجود في الشرق الاوسط خالص. ده مسؤول مسؤوليه كامله عن تشغيل كله بالكامل اوتوماتيك. وعندنا 3 مصانع مانيوال، وعندي مصنع تطريز، وعندي مصنع كمان فيلينج للنحاف وللترابيز. أيوة. فداديات ان شاء الله. طيب باشمهندس سيد، ممكن حضرتك تقول لنا الانتاجيه بتاعت المصانع كلها؟ انتاجيه يوميا للمصانع بالنسبه لمصانع النسيج ومصانع التجهيز ومصانع التفصيل حركوا من 130,000 متر ل 150,000 متر يومي. ما شاء الله. يومي في خلال ال3 ورادي، وبناء عليه كل الشهادات الخاصه بالجوده، خاصه بالبيئه، خاصه كده نايل لين جروب سباقه الى كل ما له علاقه بالشهادات. يعني الايزو 9001، ايزو 14001، السكوب سيرتيفيكيت، الايكو ليبل، الايجيبشن كوتون، جميع انواع الشهادات اللي لك ان تتخيلها ولا تتخيلها لازم يحصل عليها نايل لين جروب، لانه هو اساس العميل اللي بيتعامل معاه بتاع اسبانيا والمانيا وايطاليا وهولندا. فانا على طول عليا رقابه من العميل نفسه عشان يقدر يشتغل معايا وبيديني اوردر حتى سوسايتي. صح. يعني في جانب انساني كمان لا نغفله، ان احنا عندنا في نايل لين جروب هنا كان من حضانات، من عماله فنيه احنا عملنا لها مدارس، من عياده طبيه، من اعاله، ودي عن طريق السياسه الخاصه بالمهندس سعيد احمد الانسان.